بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا يا شباب الشغلة تبعتنا المشكلة دائما احنا مشغولين. راح تسألني بإيش مشغول؟ أنا عندي مثلا طلع أحد المشاكل الآن بتواجهني. هي عندي البحيرة، شايفينها كيف؟ هاي البحيرة عندي مشكلة البيفر، اللي هو ايش بيفر بالعربي؟ القندس، الآدر. عندي مشكلة التيرتل اللي هو السلاحف. هاي المشاكل السلاحف مثلا عندي قاعد بتاكل لي الأسماك، بتاكل عندي البط والوز، كل اللي بينزل بتمسكهم من اجريهم، بتقطع اجريهم وبتاكلهم. هذا السنابنج بيسموها سنابنج تيرتل. ثمها حاد، يعني حتى لو ضربت واحد بايده او باجره ممكن تقطع له ايده اذا كانت كبيره. فهاي المشاكل قاعد بتواجهني، صارت كل يوم. احنا الان الصيف، موسم الخلفه، موسم التبييض تبعت السلاحف، لازم احاول اني امسكهم. فشايف البحيره هي، انا هسه حسيت في وحده قبل شوي مرت. اذا حتروح هذيك المنطقه اما راح تكون بيفر او تيرتل. مرت قبل شويه ما انتبهت عليها شو كانت، فلازم اعالج الاشياء هاي. فبدي افرجيكم يا شباب يعني شو اليوم جبت عشان احاول. طبعا كل شيء لازم تعمله بايدك، ما بتقدر كل يوم تجيب واحد يشتغل معك يعمل لك شغله وتدفع له $200 على اليوم ويضله طالع، لانه هاي كلها اشياء بتكلفك. فشايفين يا شباب هذا تراب، شفتوا هاي تراب؟ هذا للبيفر، مش للبيفر، عفوا للتيرتل. التيرتل اللي هي بتطلع من هنا السلحفاه، بتطلع بتدخل جوا، بتيجي بتدعس بتندب جوا. طبعا لازم تكون هاي مرتفعه عن المي شويه، عشان هيك بنحط لها ايش؟ بنحط لها هذول الفلوت او هذول العوامات عشان ما تنزل جوا المي. طبعا اذا تنزل جوا المي بيجوا السلاحف بيطلعوا بسهوله، فهيك ما بيقدروا يطلعوا. بتعرفوا كيف بدزوا هنا؟ ما بيعرفوا، بس هم بيطلعوا بتسلقوا هنا وبندبوا. طبعا بتكون فوق، فهم بيحاولوا يتسلقوا عليها عشان يكونوا على يعني ناحيه فوق الميه. طبعا انا بدي احاول احط لهم بيت، يعني احط لهم اكل جوا الهاي، بس ما جبت معي اي اكل. عاده السلاحف بوكلوا اللحمه، بوكلوا اي شيء، يعني بوكلوا التشيكن ليفرز اللي هو الكبده، الاشياء هاي. فجبتها هاي، ومن اليوم بدي احطها من غير ما احط فيها اي بيت او اي اكل، واشوف كيف راح تمشي معي. طبعا للاسف نسيت اجيب حبل، فجبت هذا الحبل تبع صيد الابقار، الله يكرمكم. هاي اللي بتصيد فيها الابقار، طبعا بتحطها هيك وبتلفها وبتصير لها طريقه معينه، ببقى اشرح لكم اياها كيف بتنصاد فيها. فبدي اعطيكم اياه وافرجيكم كيف الطريقه هي، عشان لما اربطها بالحديده هاي، عشان اذا الترتل ما تسحبها او السلاحف ما تسحبها. فطبعا استغليت الوضع معي مع انس اليوم، حكيت مسؤول التصوير، الكادر التصويري معي خليه يصورني. فعشان هيك خليني نستفيد من حلقة اليوم ان شاء الله، لان لو لحالي صعب اعطيكم المعلومات هاي وافرجيكم اياها. اتوقع الان احنا مسؤولين، يعني جاهزين للشغل تبعنا. شوف كيف بدي ارميها يا شباب، طلعوا كيف. انا جاهزه. يلا امسكي من هذا الحبل اذا بتقدري عشان ما يروح يطير. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ثقيل شوي بيني وبينكم. بسم الله. في الحبل الناس.
طبعا بدي ارجع لكم اخرى يوم او يومين ثلاثه وافرجيكم. هذا ما راح انزل الفيلم الا ما ان شاء الله اشوف بعد يومين. برجع لكم اخرى يومين ثلاثه وافرجيكم كيف راح تكون. شايفين ما احلاها هيك هسه جاهز ان شاء الله. شايفين كيف هين شاب محل ما سمدت الارض السنه هاي. شايفينه؟ شايفين هذا؟ طبعا هي كل يوم عندك شغله بالفارم. هي عندي احد المشاكل، هي الفاير انس او اللي بسموه النمل الحارق. يعني قرصته هاي بدات تطلع عندي شويه، فلازم اعالجه. عشان هيك اذا بتلاحظوا سيارته كل اشي فيها يعني. وين بويزون ايفي؟ وطبعا بويزون ايفي اللي هو اللي يعني هذا بيعمل حساسيه عند بعض الناس وممكن ياثر عليهم ويقطع عندهم النفس، فلازم كمان اعالجه. فيعني شغل ما بيخلص. فدائما بيتصلوا في الناس يحكوا له وينك يا حل. دائما في شغله عندي ولازم تعالج، تعمل كل شيء اول باول. طبعا احلى البحيره ما شاء الله، ولكن بدها شغل. طبعا بدي اقص الحشيش الان اخرى شويه. شايف الحشيش الان كيف؟ هاي المنطقه اللي زبلناها مع بعض يا شباب، ذاكرين من زبلناها وفرجيتكم اياها. وهذا حطيت هن واحد للكيوتي. الكيوتي ما راح يدخل ولكن حطيته هنا. بعد ما حطيت فيه بيت، ما حطيت فيه بعدني اشي. شايفين كيف؟ طبعا السيارة غلط اخليها مفتوحة هيك لان ممكن تدخل فيها اي حية. شايفين الزرع جاء الان تقريبا جاهز انه نقصه ونقطعه. شايفينه كيف؟ هاي الفسكيو يعني بده اسبوعين زمان ثلاثة بعدين بتكون جاهز نحطه للعلف. هاي السيارة هاي شفتوا هاي تبع الفاير انس. شايفينه كيف؟ هاي تبع الفاير انس اللي الادوية. وهي ملح للابقار. فبحكي لكم يعني دائما الواحد شغال، دائما في شيء عنده يعمله. فانا بديش اطول عليكم اكثر من هيك، وبرجع لكم بعد يومين ثلاثه عشان نشوف اذا مسكنا شيء، وان شاء الله نكون مسكنا ان شاء الله. اليوم الثاني ان شاء الله هي على خير زي ما وعدتكم. راح اجي ارفع التراب او ارفع الفخ واشوف هل انا صرت اي سلحفاه ولا لا. الان والله وصلتي. الان بدي اشيك لكم عليها. الان دخولي على المنطقه وهي انس بتصور وراح نكون معاكم اول باول. هاي اليوم الثاني بسم الله. طبعا مش مبين اشي لانه مسكره هسه بعدها. بسم الله. في شي منس؟ هاي سلحفاة صغيرة اليوم ماسكينها. هاي سلحفاة صغيرة شفتوا؟ هاي اليوم الثاني. طبعا ان شاء الله ما دام هيك يعني التراب ان شاء الله ظابط معانا. شايفينها؟ هاي طبعا هاي بتكبر بتصير ضخمة كبيرة ونوعية قوية. وهاي بتضرب بسموها السنابينج تيرتل. عضتها كبيرة وقوية. طبعا بتكبر هاي السلحفاة بحجم كبير. طبعا يعني ان شاء الله الخطة تكون زبطت. هاي ثاني يوم ان شاء الله راح ارد احطها، راح احط طعم فيها وارجع كمان بعد كم مليون مرة. هاي حطول حقعد 3-4 ايام. واقع انا كفكرة حبيت افرجيكم اياها. شايفينها كيف السلحفاة؟ بس هاي صغيرة. طبعا انا بدي سلاحف كبيرة يمسكها ان شاء الله على خير. سبحان الله طلع السمك اللي ماسكها. سمك هاي جوا البحيرة ما شاء الله. خليني ارميها. طبعا هاي بتاكل السمك السلحفاة. الان بدي اخذها ارميها بمنطقة ان شاء الله تكون يعني بعيدة عن هنا وما تتأثر. بدي اسأل وين راح ارميها لان المشكلة بتكاثروا كثير هذه السلاحف. المهم هاي شفتوا الفكرة تبعتها. للأسف بس سلحفاة واحدة وصغيرة، ولكن إن شاء الله ما دام مسكت راح نرجع ونمسك إن شاء الله المرة الجاية أحجام أكبر وأعداد أكثر. شكرا جزيلا لكم، وإن شاء الله عودة بشريط آخر وموضوع آخر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عليه الصلاة والسلام.